السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في هذه الجولة الصوتية الخاصة التي نأخذكم فيها إلى قلب العاصمة المغربية الرباط، حيث تتجسد ملامح مشروع رياضي طموح ينبض بالحيوية ويستعد لاحتضان واحدة من أعظم التظاهرات الكروية على مستوى القارة السمراء. الملعب الأولمبي بالرباط يدخل اليوم مرحلة دقيقة وحاسمة من مراحل الأشغال، حيث تتسارع وتيرة العمل بشكل ملحوظ لاستكمال الترتيبات النهائية قبيل انطلاق كأس إفريقيا 2025. وبعد أن استضاف مؤخرا منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى بنجاح كبير، تم الشروع مباشرة في تفكيك الشاشات الإلكترونية المؤقتة والأقمشة التي كانت تستخدم كجزء من التغليف المؤقت خلال الحدث. هذا الإجراء يعد بمثابة انطلاقة لمرحلة جديدة من الأشغال، حيث يتم الانتقال من الحالة المؤقتة إلى التهيئة النهائية للملعب بحلته الرسمية والدائمة. تشمل هذه المرحلة المتقدمة من الأشغال مجموعة من الأعمال الدقيقة، من أبرزها تركيب ما تبقى من هياكل السقف الحديثة، واستكمال تجهيز المنصة الشرفية بمواصفات عالية الجودة، إلى جانب تثبيت مقاعد كبار الشخصيات VIP التي ستضفي لمسة من الفخامة والراحة على الملعب. كما يجري العمل بوتيرة سريعة على تجهيز أرضية الميدان وفقا لأحدث المعايير العالمية، لضمان أداء رياضي مثالي وتجربة جماهيرية ممتعة. ومن الناحية الجمالية والتقنية، يستخدم طلاء إيبوكسي عالي الجودة لتغطية الأرضيات والجدران، وهو طلاء معروف بصلابته ومقاومته للتآكل، مما يعزز من عمر البنية التحتية ويمنح المساحات الداخلية طابعا عصريا راقيا. أما في محيط الملعب، فقد امتدت ورش الأشغال لتشمل العديد من التحسينات التي تعنى بالراحة والتنظيم، حيث تنجز الآن مساحات خضراء شاسعة تزين محيط المركب، ومواقف سيارات تتسع لآلاف الجماهير، إضافة إلى إعادة تأهيل المداخل والمخارج لضمان حركة انسيابية وسلسة في أوقات الذروة وأيام المباريات الكبرى. هذا المشروع الطموح لا يقتصر فقط على تهيئة ملعب لكأس إفريقيا، بل هو جزء من رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تسعى من خلالها المملكة المغربية إلى تعزيز موقعها كواحدة من أبرز الوجهات الرياضية العالمية، خاصة مع ترشيحها القوي لاستضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال. ومن المنتظر أن يكون افتتاح الملعب بحلته الجديدة حدثا استثنائيا بامتياز، يجسد روح المغرب العصرية وتاريخه العريق، ويبرهن على قدراته التنظيمية العالية في استضافة البطولات القارية والدولية بأعلى مستويات الاحتراف. وهكذا نصل إلى ختام هذه الرحلة التي طافت بنا داخل مشروع ضخم يمثل تجسيدا حقيقا لطموح بلد يضع الرياضة في صلب أولوياته التنموية. ما نراه اليوم من نشاط محموم في مختلف زوايا الملعب ومن دقة في تفاصيل التهيئة ليس مجرد تحديث لملعب رياضي، بل هو تعبير عن إرادة وطنية قوية تسعى إلى الريادة، وتؤمن بأن البنية التحتية المتطورة هي جسر لعبور المستقبل. الملعب الأولمبي بالرباط، هذا المعلم الرياضي الفريد، سيكون أكثر من مجرد مكان للمباريات، بل فضاء لصناعة اللحظات الخالدة واحتضان التحديات الكبرى وجمع الشعوب والثقافات حول كرة القدم، لغة العالم الموحدة. من إزالة المنشآت المؤقتة إلى تركيب الهياكل الحديثة، إلى إعادة تنظيم الفضاءات الداخلية والخارجية، كلها عمليات دقيقة تضع هذا الصرح على طريق التألق، وتبشر بتحفة معمارية رياضية ستنال إعجاب القارة والعالم بأسره. وراء هذا الإنجاز توجد إرادة سياسية واضحة وكفاءات مغربية شابة ومؤهلة تشتغل ليل نهارا لجعل هذا الحلم واقعا يلمسه كل من يزور الرباط. نحن اليوم على مشارف حدث رياضي قاري ضخم، وكل الدلائل تشير إلى أن المغرب عازم على تقديم نسخة لا تنسى من كأس إفريقيا، بل ربما الأفضل على الإطلاق في تاريخ البطولة. وإذا كان هذا الملعب هو القلب النابض للبطولة، فإن الحماس الجماهيري المغربي والعربي والإفريقي سيكون هو النبض الذي سيمنح لهذا القلب الحياة والتألق. لا تنسوا دعم هذا العمل بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد حول تقدم الأشغال ومستجدات الملاعب والبنية التحتية في المغرب. وشاركونا آراءكم في التعليقات. ما هي أكثر الأمور التي تنتظرونها من كأس إفريقيا 2025؟ وكيف تتخيلون شكل الملعب بعد الانتهاء من جميع الأشغال؟ نلقاكم في حلقات قادمة بحول الله.
لنواصل معكم تغطية هذا المشروع العظيم، وننقل لكم أدق التفاصيل حول مسيرة المغرب نحو التميز في تنظيم الأحداث الرياضية العالمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.